بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. جبت لكم اليوم وصفة تقليدية من قلب قسنطينة، وصفة الرفيس القسنطيني المعروف واللي نحضروه في الأفراح والمناسبات. ربي يكثر علينا وعليكم الأفراح إن شاء الله. تبعوا معايا حبيباتي المراحل خطوة بخطوة باه يجيكم بنين ومعمر بالنكهات وينجح معاكم من أول تجربة. خليكم معايا وركزوا مليح على كامل التفاصيل. واذا كنتوا اول مره تزوروا قناتي نتمنى تدعموني حبيباتي بلايك واشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد باذن الله تعالى. اول حاجه هنا البنات راح نكيل لكم بالكاس اللي يرفد 220 مليلتر. وبالنسبه للدقيق هنا البنات الدقيق المتوسط اللي نخدموا به المقرون. انا هنا خدمت بالشكاره تاع 25 كيلو. الدقيق تاعي كان مخلط بين المتوسط والرطب، لهذا البنات يعني سيرته بالسيار هذاك الدقيق كامل باه خليت هبطت الدقيق الرطب من تحت وخدمت بالمتوسط. انا هنا درت 9 كيلات دقيق. درك البنات نفهمكم نتوما اخدموا بثلاثه، يعني انا حبيت ندير لكم هكا بالكاس هذا باه مام يعني اللي تخاف تقدر تجرب كميه صغيره. انا هنا البنات درت 9 كيلات، وفي كل 3 كيلات رايحه نحط كاس بين السمن والزيت. رايحه نزيد هنا نضيف كميه من الملح حبيباتي نتوما تتحكموا فيه على حسب ذوقكم. دركا نخلط هاد المكونات مليح مليح ونحاول ندخل هذيك المارغرين والزيت مع الدقيق، ومن بعد البنات نبدا نحك فيهم بين كفوف يديا حتى نشوفوا باللي الدقيق تاعنا بدا يتغير اللون تاعو. وهاد العمليه راح تدي لكم من 4 دقائق حتى ل 5 دقائق. هنا نبداو نلمو في العجينه تاعنا، نبقاو البنات نضيفوا في الماء غير بشويه برك ونخلطوا. هنا لازم ما تعجنوش البنات، نخلطوه كيما نخلطوا المقرون، يعني نحاولوا نلموا العجينه غير باطراف الاصابع ونبقاو نضيفوا في الماء بشويه برك حتى تتلم لنا كره واحده تاع عجينه. نجيب هنا الصينيه تاعي دهنتها بكميه من الزيت وحطيت فيه العجينه تاعي وبديت البنات نبسط فيها. حاولوا ديروها البنات رقيقه باه تطيب لكم من الداخل، يعني ما تحمر لكمش من الفوق ومن التحت ومن الداخل تبقى لكم خضراء. حاولوا ديروها رقيقه خلاص باه هكا تطيب لكم بشكل متساوي. نجيب المغروف نحاول نعدلها من الاطراف، ومن بعد البنات نقصها المربعات وندخلها للفور اللي كنت شعلته مسبقا على 180 درجه. بعد ما نشوفها بدات تحمر لي من الجوانب نزيد نجعلها من الفوق حتى تحمر لي ونخرجها. ودرجه الاحمرار البنات تاع الرفيس نتوما تتحكموا عليه، انا يعني ما نحبهاش تكون حمراء بزاف، جوست ما يبدا يصفر معايا نخرجه مباشره من الفور. جبت الاشوار ورايحه نبدا نرحي في الكسرات تاعي. هنا البنات لازم ترحيوها رقيقه خلاص باش تجي بنفس القوام. نفرخها في قصعه ونروح نكمل باقي الكميه ونشوفوا البنات من بعد كيف نكملوا الخدمه تاعو. هنا البنات بعد ما رحيت كامل الكميه تاع الكسره تاعي رايحه مباشره نبدا نفور فيه. هنا البنات كنت ضفت 2 كيسان حليب، للاسف انا كنت في بالي نصور وانا ما صورتش. المهم البنات بعد ما كملت رحيت الرفيس تاعي ولا الكسره تاعي كامله حطيت 2 كيسان حليب بارد وبقيت نخلط فيه غير بطرف صباعي. وبعد ما البنات تشرب لي هذيك الكميه تاع الحليب راح تحسوا باللي الكعبه تاع الرفيس تاعكم تنفخت. هنا مباشره رايحه نحطه في الكسكاس ونخليه يفور. بعد ما فرهنا البنات رايحه نزيد نضيف له نفس الكميه تاع الحليب، يعني رايحه نزيد نضيف له 2 كيسان حليب للمره الثانيه. طبعا نخليهم البنات لازم حتى يتشرب مليح مليح هذاك الحليب ويشيح معنا ونزيدو نفورو. صدقوني حبيباتي هذه الوصفه ناجحه مليار بالمية ومن اول تجربه. كاين البنات اللي يفوروا الرفيس مره واحده برك بالحليب، مي انا نفضل نفورو 2 مرات هكا باه نضمن انه الرفيس تاعي يجيني بنين ويجيني رطب. بعد ما فار معايا في المرحله هذه رايحه نزيد نضيف له 6 مغارف كبار سكر حبيبات وكميه من ماء الزهر، يعني حوالي 2 كيسان ماء الزهر.
هنا البنات لازم السكر تحطوه، طبعا لازم يكون الرفيس تاعكم سخون باه يذوب لكم هذاك السكر. نخليوه حتى يزيد يتشرب مليح مليح ماء الزهر تاعكم، ومن بعد نزيدو نحطوه في الكسكاس ونفوروه المره الثالثه والاخيره. درك هنا نفرغو في قصعه ونخليه بجي حتى يبرد. كيما شفتوا معايا حبيباتي انا هنا درت كميه كبيره، نتوما تقدروا تكيلوا غير 3 كيسان فقط، راح يخرج لكم كميه ما شاء الله، خاصه بعد ما ترشوه بالحليب والماء الزهر راح يزيد يعني يضاعف الحجم تاعو وتجيكم كميه ما شاء الله. بالنسبه للبنات اللي تحب دير كميه كبيره كيما انا وتخبيه، اذا كنتي البنات رايحين تستعملوه ولا تستهلكوه في هذاك الاسبوع تقدروا تخبيوه في الثلاجه من تحت، ولكن اذا حبيتي تستهلكوه في مده يعني شهر تقدروا تخبيوه في الكونجيلاتور وما راح يصرالو والو. جبت هنا كاسرونه حطيت فيها نص كاس مارغرين ونص كاس عسل، حطيتهم على النار حتى يذوبوا. وجبت هنا البنات كميه من الرفيس، يعني ما درتوش كامل، نتوما البنات يعني الكيل اللي تكيلوا به حطوا نفس الكيله هذيك اللي كيلتيو بها، نصها سمن ونصها عسل. حطيت هنا كميه من الرفيس ورايحه نفرغ فيها هذاك الخليط بين السمن والعسل. حاولوا البنات يعني تحطوا كميه مليحه بيسك راح يزيد يتشرب معاكم، يعني ما راحش يبقى لكم معجن. وزدت ضفت لهم حوالي نص كاس كاوكاو محمص ومرحي، كما تقدروا البنات تعوضوه بالجوز ولا اللوز ولا تستغناو عليهم. دركا راح نفرغ الرفيس تاعي في صحن التقديم. هنا البنات التزيين يرجع لاذواقكم، انا درت له فقط من خطوط من السكر الناعم والجوز وزينته من الفوق بالبيستاش مرحي. هنا البنات كي تقدموه لضيافكم حاولوا تحطوا معاه كميه من العسل في صحن خلاف هكا باه اللي يحب يزيد يحليه يزيد يضيف له العسل. هذه الوصفه حبيباتي نحضروها بزاف في حفلات البوام والباك، تاني البنات في الخطوبات وفي الاعراس، يعني هذه الوصفه تدل على الفرح كيما البغرير، يعني كيفها كيف البغرير في كل فرح لازم تكون حاضره. ونحضروها تاني في ايامنا العاديه. نتمنى حبيباتي تتشجعوا وتجربوا هذه الوصفه، واللي جربتها ترجع هنا للفيديو وتخلي لي رايها في التعليق. ما تبخلوش حبيباتي عليا بجام وبالبارتاج، واشتركوا وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي ان شاء الله. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، وصفه الرفيس القسنطيني التقليدي من المطبخ الجزائري العريق. شاركت معكم جميع اسرار نجاحها باه ان شاء الله تنجحوا فيها من اول تجربه. ربي يحفظكم ويديم افراحكم. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.